اهلا بيكم، اهلا بكل متابعي قناه مصطفى الزملكاوي. 90% الافارقه يشجعون الزمالك. النهارده معانا اخبار كتيره جدا مهمه، وفي الاخر هنتكلم عن تحليل مباراه الزمالك وحسنيه اغادير في اخر دقيقه عشان ما نغطيش على اخبار النهارده. أول عنوان معانا يا زملكاوية: عاجل جنش جاهز لمواجهة المصري ببطولة الدوري. كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك إن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جاهز للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الخميس المقبل بعد تعرضه للإصابة أمام حسنية أغادير المغربي في المباراة اللي جمعت بينهم على ملعب أضرار بالمغرب وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وذلك ضمن ذهاب دور ربع النهائي. وأكد المصدر إن إصابة جنش عبارة عن كدمة بسيطة في القدم، لذلك استكمل اللقاء بشكل طبيعي وخضع للأشعة وهو جاهز للقاء المصري البورسعيدي بشكل طبيعي. سلامات يا جنش، كان رجل المباراة. العنوان اللي معانا بعد كده يا زملكاوية من داخل الزمالك الخمسة، عنوان الاحتفال بهزيمة الأهلي. احتفل عمال نادي الزمالك صباح اليوم الاثنين بهزيمة الأهلي بخماسية مع صن داونز في إياب بطولة أفريقيا، وذلك عقب تعادل الزمالك أمس مع حسنية أغادير في المباراة اللي جمعت بينهم. وجاء احتفال عمال الزمالك داخل القلعة البيضاء عن طريق الإشارة باليد 5، وهي نتيجة هزيمة الأهلي أمام صن داونز. عاجل برج العرب يرفض قرار اتحاد الكرة وثروة سويلم نبحث عن حل. رفض مسؤولي ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب فكرة إقامة لقاء الأهلي وصن داونز الأفريقي على الملعب، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان مساء السبت المقبل في إياب دور الثمانية. وأرسل مسؤولي برج العرب خطاب رسمي لاتحاد الكرة المصري يتضمن رفض إقامة مباراة الأهلي وصن داونز بسبب إصلاح أرضية الملعب. في نفس السياق بيسعى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة للوصول إلى حل لإقامة اللقاء على ملعب برج العرب وفتح المدرجات إلى جماهير الأهلي بعد الخسارة بخماسية من صن داونز في لقاء الذهاب. بنكشف سبب حصول عماد السيد على انذار امام حسنية اغادير رغم وجوده في دكه الاحتياط. كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك سبب حصول عماد السيد حارس مرمى الفريق الاول لكره القدم على بطاقه صفراء بالرغم من تواجده على دكه البدلاء خلال لقاء الابيض وحسنية اغادير. اكد المصدر ان سبب حصول عماد السيد على انذار هو امساكه بكره خاصه بحامل الكرات خارج الملعب، وكانت الكره رميه تماس لصالح حسنية اغادير، فطلب اللاعب الكره من حارس الزمالك فقام برميها بعيدا لاهدار بعد الوقت، خصوصا ان الفريق المغربي كان مستحوذ على اللقاء. ليتحدث الحكم الرابع مع التونسي طارق السلمي حكم اللقاء ليخرج البطاقة الصفراء لعماد السيد. مصدر للزمالك اليوم يكشف مكالمة أبو ريدة لمرتضى منصور. كشف مصدر باتحاد الكرة المصري مكالمة هاني أبو ريدة رئيس الجبلية مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن استخدام حكام أجانب لمباريات القلعة البيضاء المقبلة في الدوري أمام المصري والمقرر له يوم الخميس المقبل. وأكد المصدر أن هاني أبو ريدة قال لمرتضى منصور: إذا كانت الرغبة في استخدام حكام أجانب أمام المصري بورسعيد عليك إرسال $25,000 كاش في أسرع وقت، مضيفا أن نادي بيراميدز يلتزم بالمبلغ تلقائيا قبل أي لقاء. بيذكر أن اتحاد الكرة تفاجئ بأن الشيك المرسل للحكم البرتغالي اللي أدار لقاء سموحة الأخير كان بدون رصيد في البنك، وهذا الذي أدى إلى غضب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري. مصير كهربا في الجروس اليوم. أكد مصدر مطلع بنادي الزمالك أن حسم ملف محمود عبد المنعم الكهربا لاعب الفريق الكروي في يد السويسري كريستيان جروس بعد عودة البعثة إلى القاهرة عصر اليوم الاثنين قادمة من المغرب بعد لقائه مع حسنية أغادير المغربي في المباراة اللي جمعت بينهم على ملعب أضرار بالمغرب وتم بتعادل السلبي. والتزم كهربا ببرنامجه التأهيلي خلال تواجده في القاهرة وفي ظل استبعاده من مباراة الفريق أمام حسنية أغادير بالكونفدرالية، وحرص على إنهاء برنامجه التأهيلي مع أيمن عبد العزيز مدرب مساعد الزمالك اللي هيكون في القاهرة تدريبات المستبعدين من رحلة المغرب. وكان جروس قد قرر منح اللاعبين فترة راحة يوم الاثنين فقط على أن ينتظم اللاعبون في التدريبات الثلاثية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيد الخميس المقبل باستاد الجيش بالسويس. جروس بيتحدث كيف سيكون لقاء العودة الأفريقي أمام أغادير عقب التعادل في الذهاب. أشاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بفريقه خلال مباراة أمس أمام حسنية أغادير في المغرب، وأكد جروس أن فريقه لم يكن سيء ونجح في التعامل مع الفريق المغربي وضغط الجماهير، وأنه لعب في حدود فريق يلقى دعم كبير من الجماهير اللي احتشدت في الملعب في ظل غياب ساسي وظل غياب كهربا. وتابع جروس أن فريقه بينتظر مواجهة قوية في العودة وأنه سيسعى لتحقيق الفوز فيها، خاصة والناس تشهد عودة اللاعبين اللي غابوا عن مواجهة الأمس زي حميد أحداد وفرجاني وكهربا، وكان الزمالك قد تعادل سلبيا زي ما احنا عارفين. وفي نفس السياق تواجدت بعثة الزمالك في الدار البيضاء من أجل استقلال رحلة العودة إلى القاهرة حيث يستعد مباشرة لمباراة المصري في الدوري الخميس المقبل. جروس بيشيد بلعبه أمام بطل المغرب التزم بمهامه.
اشاد السويسري كريستيان جروس باختصار بيتكلم عن محمود عبد العزيز لاعب خط الوسط، واكد جروس ان اللاعب قدم مباراه جيده بالامس في وسط الملعب بجوار طارق حامد، والتزم بادواره الدفاعيه ونجح من زملائه في تحمل عبء الضغط على الدفاع. لكن من ناحيه ثانيه يا جماعه احنا عايزين سياسي عشان هو بيلتزم بالدفاع وبالهجوم وبخط الوسط وبيصنع اهداف والعاب. وشارك اللاعب محمود عبد العزيز بدلا من فرجاني ساسي منتصف الملعب بسبب غياب ساسي عن المباراه الانذار الثاني. جروس تحدث ان فريقه لم يخض المباراه بخطه دفاعيه كامله كما يتحدث البعض، لكن الفريق لعب في اجواء جيده كرويا وامام جمهور كبير وهذا لم يعتاد عليه الفريق. الزمالك بيرفض التعاقد مع نجم الاسماعيلي بسبب عبد الغني. اكد مصدر داخل نادي الزمالك ان مجلس الاداره رفض التعاقد مع محمود متولي مدافع الاسماعيلي، واوضح المصدر للزمالك بان احد الوكلاء عرض على مجلس اداره القلعه البيضاء التعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل، واضاف بان رفض المجلس التعاقد مع اللاعب جاء بعد تالق محمد عبد الغني بشكل لافت للنظر في الفتره الاخيره بجانب وجود محمود علاء والويتش. طبعا كلنا شفنا محمد عبد الغني لما نزل مكان محمود علاء في مباراه الاهلي ظبط نفسه كويس جدا. جروس بيرفض عوده لاعب الفريق للمشاركه وبيطلب تقرير خاص منه. رفض السويسري كريستيان جروس تسرع في عوده اللاعب حازم امام للمشاركه في المباريات، وفضل جروس اعطاء اللاعب الفتره المناسبه للعلاج والتاكد من تعافيه بشكل تام من الاصابه اللي لحقت به قبل العوده للمشاركه. وطلب جروس من محمد اسامه طبيب الفريق تقرير خاص عن حاله اللاعب من اجل الاطلاع عليه. وكان حازم امام مصيب في مباراه صباح الماضيه بشد في السمانه، خرج على اثارها من الملعب بعد ظهوره بشكل مميز في مباراه الاهلي. نجم الزمالك الاسبق عن عبد الله السعيد ملوش مكان في الزمالك. اشرف قاسم نجم نادي الزمالك تكلم عن خبر انتقال عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، وقال عبد الله السعيد ملوش مكان في الزمالك حاليا لكثره وجود صناع العاب في صفوف الفريق. واضاف منتخب مصر يحتاج الى لاعب مثل عبد الله السعيد وهو يستحق في التواجد مع الفراعنه، وهو لاعب مميز، والدليل ان قفشه كان متالق مع بيراميدز وبعد قدوم السعيد حجز عبد الله مكانه اساسي. عامر حسين بيحسم الجدل حول تقديم موعد لقاء الزمالك والمصري. كشف عامر حسين رئيس لجنه المسابقات باتحاد الكره المصري ان مجلس الاداره برئاسه مرتضى منصور لم يطلب بشكل رسمي من الاتحاد الكره بشان تقديم موعد مباراه لابد امام المصري البورسعيد لمده 24 ساعه فقط في المباراه اللي تجمع بينهم يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجوله. وقال ان مباراه الزمالك والمصري البورسعيد لم يتم تقديم موعدها او التعديل في جدول الدوري لانه قرار صعب، وان اللقاء سوف يقام في 5:30 في الخميس المقبل. مش عارف هو 5:30 ولا الساعه 6 ولا 8، غالبا هيبقى 6 يا جماعه، بس هنا بيقولوا 5:30. هنشوف الميعاد وهنعرفكم قبلها بامر الله. اشرف قاسم خماسيه الاهلي من صن داونز كانت جرس انذار للزمالك. تحدث اشرف قاسم نجم نادي الزمالك عن لقاء الفريق الابيض حسنيه اغادير في المباراه اللي جمع بينهم على ملعب اضراب المغرب، وقال قاسم خساره الاهلي بخماسيه من صن داونز بافريقيا كان جرس انذار للجهاز الفني بالزمالك واللاعبين. الزمالك قدم نموذج ممتاز في غلق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتده الحفاظ على لقاء العوده بالقاهره. واضاف غياب فرجاني ساسي اثر على مستوى الزمالك في التسليم والاستلام بالاضافه لارتداد من دفاع الهجوم مع غياب كهربا. هيثم فاروق بيتغنى فرجاني ساسي هو الشامبو والبلسم. تحدث هيثم فاروق نجم نادي الزمالك عن لقاء الفريق الابيض حسنيه اغادير، وقال فاروق ان فرجاني ساسي لاعب موسيقار في خط وسط الزمالك هو زي الشامبو والبلسم. واضاف فرجاني من نوعيه اللعيبه اللي بتقدر تقوم باكتر من دور، وقطع الكره والحفاظ عليها هو اسمه فرجاني 1 في 2. وبيلتقي الزمالك مع حسنيه اغادير قلنا يوم الاحد 14 من الشهر الجاري. العنوان اللي بعد كده يا زملكاويه فاروق جعفر بيقول الزمالك استفاد من خماسيه الاهلي ومش عيب انك تدافع خارج ارض. جروس بيقول مفهوم الجميع خطا وننتظر لقاء الاياب. جروس يا جماعه بيقول ان هو في المباراه دي ما بداش دفاع، هو الجو هو اللي اتحتم عليه بالجماهير بضغط اللعيبه مع غياب فرجاني مع غياب كهربا بدا يدافع. انا شايف ان لا هو فعلا كان نازل يدافع يا جماعه بصرف النظر عن المباريات اللي بيقولها. معلش انت معكش فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز ثبت في الدفاع، عبد الله جمعه ما كانش بيطلع قدام، النجاز نادر اول ما كان بيطلع. كل دي امور. ابراهيم حسن مش اللي هو لسه عايز يرجع تاني ويتاهل تاني. اوباما محتاج ان هو يقعد احتياطي ماتش او ماتشين عشان حاسس ان اوباما اتغرب وحاسس ان مكانه ده هو الوحيد اللي موجود فيه. لا انا شايف ان هو يطلع وينزل مكانه حد مؤقت لحد ما يرجع تاني لمستواه من جديد وينسى الغرور اللي جاله فجاه. محمد ابراهيم هيرجع تاني يا جماعه ساحر مهما حصل له في لمساته السحريه. ادى كوره لاوباما واوباما ضيعها مش مشكله، بس احنا بنتكلم على كوره محمد ابراهيم. محمد ابراهيم راجع يا جماعه زي ما قلت لكم امر الله هيبقى قوي، هيقدر يعمل حاجه كبيره جدا 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 للفريق. احمد سيد زيزو زي ما قلنا المفروض هياخد ناحيه الشمال. مش عارف بقى هل لما كهربا هيجي هيلعبوا ناحيه اليمين او احداد هيلعبوا ناحيه اليمين. احنا كده ضربنا الثلاثه دول في ناحيه الشمال. احمد سيد زيزو كان بيلعب على اليمين، انا شايف ان هو متالق ناحيه الشمال، فلو ضربوا في بعض هتبقى مشكله. فغالبا لو هيلعب هو وكهربا هيفضل شمال وهو يمين، وهيبدلوا مع بعض وناج زي ما بيعمل اي اثنين لعيبه. او بعد خروج كهربا يروح احمد سيد زيزو على الشمال مثلا وينزل حد تاني على اليمين. شايفين الفتره اللي جايه محمد ابراهيم هيكون متواجد في الفريق، احمد سيد زيزو
خالد بطيب، عمر السعيد، احداد، كهربا. ان شاء الله يا جماعه في ماتش المصري هو الوحيد اللي غايب عن اللقاء هو فرجاني ساسي. نتمنى نشوف ايمن حفني، نتمنى نشوف مبولي، عنتر، كل الناس دي يا جماعه. ان شاء الله في مباراه حسين اغادير يوم الاحد الساعه 9 غالبا هيبقى الفريق كله متواجد. جندش يا جماعه زي ما قلنا الحمد لله، الناس اللي عايزه تطمن جندش بطل المباراه، جندش موجود معانا. الى اللقاء في فيديو اخر، استنونا النهارده مع البث الساعه 9 ان شاء الله.